طب يا جدعان احضرونا، انا دلوقتي في صاحب مطعم لقيته بعت لي رساله بيتحداني فيها ان هو بيعمل احلى سندوتش شيش في مصر. انا بقى رحت جبت من عنده سندوتش الشيش اللي طلع بيه 7 سما ده، ولقيت الصراحه ان الاسعار عنده في المعقول، يعني ده عامل سندوتش الكفته مع سندوتش الشيش ب 100 جنيه. قلت يا عم جيب بقيه الحاجات وخلينا نجرب مطعم النمس ده. وخلينا بقى نبدا اول حاجه بسندوتش الكفته. الحجم بتاعه جنب وش كبير برغم ان ده السندوتش الصغير. ماشي. هنا بقى اكتر واول حاجه هتحس بيها ان السندوتش ده مختلف، طعم الكفته اللي في القلب الصراحه لا يعني سندوتش في الجون. فيلا بينا بقى نخش على السندوتش اللي بعده، وهو سندوتش الشيش اللي سبب في المشاكل دي كلها. باين قوي ان هو الشيش مليه من كل حته، يعني بصوا كل دي قطع شيش. بجد يا جدعان بدون مبالغه والله السندوتش ده فعلا طعمه مختلف عن اي سندوتش شيش انا دقته قبل كده، ولا بقى عشان صوص الرانش المحطوط في القلب. فالسندوتش ده كده هيجبرني ان انا اقول على العنوان بتاع المكان. وزي ما قلت لكم المكان ده اسمه النمس، وهو موجود في سموحه في شارع مسجد حاتم جنب فرع الدليفري بتاع مطعم البركه على طول.